بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد بعد غياب كلش طويل. اليوم طبختنا الدجاج ريزو على التمن. عندي هذا صدر من الدجاج راح اتبله هسه وياكم. قطعته مربعات وخليت له اي بهارات عندي، بهارات دجاج، بهارات سبعة، بهارات كركم، بهارات كاري، فلفل اسود، يعني اي بهارات موجودة بالبيت. انا هسه تبلت صدر الدجاج من عنده، خليت ملح عليها وراح اخلطها. يعني حضرته قبل ما يعني اطبخه، لازم اتبلها حتى تاخذ كفايتها بالتتبيلة. وراح اخلطها هسه كل زين واخليها على صفحة. واحضر التمن انقعه، غسلته ونقعته بماي حار. وراح اسوي الصلصات هم هسه وياكم، حتى بعدين اسوي الخلطة مالت الدجاج الكنتاكي واقليهم وياكم. عندي هذا طحين، وراح اخلي قسم عليه تقريبا خاشوقتين او خاشوقتين ونص، واخلي عليه ماي واخبطه كل زين واخليه على الكاونتر. طبعا هذا ابني لو يحكي وياي بالفيديو لا يخبث علي، هذا الصغير ما يخليني امنتج. راح اخلطه واخليه على صفحة. وهاي الطحين راح اسوي لها هم بهارات، نفس البهارات اللي خليتهم فوق الدجاج، راح اسوي لهم مجموعة هسه بتشوفونها بالماعون. هاي نفس البهارات راح اخلطها واخلي نص على الطحين واخلي نص على للتمن، يعني اطبخها ويا التمن بالجدر، احمسها ويا البصل. واخلي لها حتى ملح بعد ما خليت. راح انزل نص على الطحين واروح انا اخلي الجدر على الطباخ، اخلي بيه مقدار من الزيت، واخلي هذا البصل الثرمته ربع راس. طبعا هي لازم بصل كلش هواي، بس اطفالي ما يحبون البصل، خليت شوية على مود احمس البهارات واحمس التمن. هذا الملح وصار هسه الدجاج جاهز، وهذا الطحين مالته هم جاهز. وهذا الدجاج هم جاهز. راح اخليه شبع بيه التتبيلة منا لحد ما نكمل طبختنا. راح اجيب التمن، طبعا استخدمت التمن الحبة الطويلة كلش طيب يطلع بيه. هسه خليت الجدر على النار، نزلت زيت ونزلت البصل. طبعا هنا اثبت بالتليفون على مود راح احمس البصل، ما كلش اريده ينحمس. راح انزل عليه البهارات واحمس البهارات واخلي له كاتشب هماتين، اخليه مكان المعجون. خليت كاتشب شوية تقريبا 3 خواشيق 4. وراح احمس الزيت، العفو الزيت شنو هذا ابني ما يخلي واحد يحكي الا يخبث. احمس البهارات وراح انزل الكاتشب. هاي تقريبا من الكاتشب نزلت. هم راح احمسه واجي صف التمن من الماي وانزله فوقه. واحمس التمن واخلي له ملح، وخليت له ماجي لحم خليت لان ما عندي دجاج. وراح اخلي ماي حار عليه حتى بسرعة يستوي والحبة ما تنمرض مال التمن.
هذا الماي الحار هم خليته. وشوف كفاية التمن يعني جيد لأن هو ناقع. وخليه يفور على النار العالية، والنوب أهدر أنا خلي جوات مالت التهدير. خلاص التمن خلصت منه. هسه أرجع للصلصة. صلصة شنو عندي؟ راح أسوي 2 هاي بالمايونيز. أخلي مايونيز وأخلي كاتشب، مقدار من الكاتشب، وعندي صلصة بها ثوم، ثومية يعني هم خليتها وياها. وهذا كاتشب، كاتشب ومايونيز وثومية خليت. وراح أسوي الثانية روبة، وخليت ليمون، وخليت راشي هم شوية. هاي الروبة. طبعا بصراحة هاي ام الراشي مو كلش طيبة بشكل ذيك الكاتشب والمايونيز والثومية، ذيك أطيب. هم خليتها فوقها هم. وراح أخلي ليمون هم شوية، واخلطن هم يصيرن جاهزات. منها لحد ما التمن يتهدر أنا أبدي أقلب الكنتاكي. بابا حبيبي. وهذا التمن بعد ما نشف هسه راح أهدره. أخلي نص النار وأخلي جوال مهدارة، خليه هو يتهدر الوحدة، وأبدي أقلب الكنتاكي. هذا الكنتاكي هسه هاي الطحين اللي سويته راح أشيله من هاي التتبيلة وأغطيه كلش بالطحين بحيث ياخذ طبقة. وبدي أخلي الزيت على النار. طبعا أنا هذه الطوس هذني أقلبيهن لأن قميجة يعني مو مثل الطاوة وتصير زيت بيها جوا. هاي شوفوها. وراح أنزل قطع الريزو بيها. والنار ناسية، خليه يستوي على راحته حتى بطنه هم تستوي. عندي هنا التمن شوفوا تهدر صار يخبل، وطعمه كلش طيب. وخليت له فلفل أسود أنا هم شوية، صاير بيه حرارة هم كلش طيبة. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تبخلون علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأكون ممنونة منكم. طبعا ما عندي واهس أبد بالقناة لأن ماكو لا مشاهدات ولا لايكات. أتمنى منكم تخلون لايك. وهسه راح أصبن هذا ابني يريد يروح للمدرسة، كان دوامه ظهري، صبيت له أكل حتى قبل ما يروح. هو خابصني على هاي الطبخة هم يحبها، خلنا نسوي له إياها خطية. صبيت بهذا الماعون تمن، وراح أخلي عليه الدجاج وأخلي الصلصة فوقها، وقعد أكل خطية بالعافية. وهذا ابني الصغير يقول ماما راويهم الدولمة مالتي، كان ياكل دولمة. راويتكم إياه الماعون، وهسه هو هم يطلع مرة ثانية بالتصوير. شلون أنا أصور هو هم يصور وياي. شوف شلون يطلع ماعونه. وهاي الصلصة سويتها راح أرش فوقها. معوني هاي الصلصة، وراح أرش الصلصة فوق الثانية فوقها.
وصارت طبختنا جاهزة، وأتمنى يعجبكم فيديو اليوم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ونترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة، باي باي. هي قاعدة ماما طلع صودا. ها صودا هاي طلع حياتك صودا هاي هاي هذا هاي كاتب هاي